بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. تشرفت صبيحة هذا اليوم بلقاء السيد الرئيس الباجي قائد السبسي، وكالعادة دار الحديث حول أوضاع البلاد العامة وما يقتضيه من تضامن وطني ومن دفع سياسة الحوار، ولا سيما الحوار في إطار اتفاق قرطاج، بما يعزز الوحدة الوطنية وبما يحقق أهداف ثورتنا المباركة. كما دار الحديث حول العلاقات الإقليمية والعلاقات الدولية كالعلاقة مع ليبيا وما يقتضيه الأمر من دفع الحوار الوطني الليبي وتعزيز العلاقات المغاربية.